أي توحيدك على منهج الأنبياء، عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم. وهو كما سمعتم وكما أعلن عنه منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، هو يتهمنا بعض الحزبيين بأننا لا نعرف الحزبية ولا نعرف معناها، وأن الحزبية عندنا هو من خالفنا ولو في مسألة، ويتهموننا كذلك بأننا لا نحسن التعامل مع المخالف، ويطالبوننا بتعريف الحزبية. فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا كيف يمكن الحكم على الشخص بالحزبية، وما هو تعريف الحزبية والحزبي، وما هو ضابط الحزبية المذمومة؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء يا إخوان يريدون منا أن نتصور الحزب أنه كالغول، أو نتصور الحزب أنه كالثور بقرونه. لا يا إخوان، المسألة مسألة فكرة وولاء وبراء، ولا لمن كان معهم وبراء لمن لم يكن معهم. وأناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينفروا عن أهل السنة وأن يطعنوا في أهل السنة. والله لولا الله سبحانه وتعالى لما قامت للسنة قائمة. أي نعم، الشيعة يكذبون على أهل السنة، الصوفية يكذبون على أهل السنة، الإخوان المخلصون يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الحكمة يكذبون على أهل السنة، أصحاب جمعية الإحسان يكذبون على أهل السنة، الشيوعية يكذبون على أهل السنة. نعم، حتى أنهم أتوا بأشياء لو أن أهل السنة مغفلون لما قالوها ولما فعلوها. نعم، ماذا يقولون؟ الوادعي ألف رسالة الصواعق الشديدة على أرسال الصواعق على الآكلين بالملاعب. نعم، ماذا يأتوننا بأكل طيبة وعليها ملاعب، ونحن إن شاء الله نأكل والحمد لله، مع أننا ننصح بالأكل باليدين. نحن ننصح بالأكل باليدين، لكن لا نحرم هذا ولا نكرهه أيضا. وماذا؟ ونأكل من الجميع والمعصومين والصوفية يقولون أن أهل السنة نعم لا يشترون الموز، نعم، ولا الخيار، ولا أيضا يجيزون لنسائهم أن تحلب البقرة. يا أيها المغفلون، أنتم نعم تتكلمون بكلام لا يقبله من يعرف أهل السنة.
والله المستعان، الله المستعان. فماذا يا إخوان؟ الحمد لله أهل السنة لا يحرمون شيئا أحله الله، ولا يتنازلون مع المجتمع ويبيحون للمجتمع الحرام. نعم، بل يتمسكون بالكتاب والسنة. فالحزبية هي الولاء والبراء، الحزبية هي الكذب والخداع. نعم. ماذا يا إخوان؟ ماذا بارك الله فيكم؟ واحد في العدين يعرف نفسه، وقد كنت أعرفه وأظنه رجلا زاهدا تقيا، وأعذره إذا تكلم فيا، وإذا هو نعم يكذب الكذبات الكذبة مثل من هنا إلى صعدة الكذبة الواحدة. ماذا يا إخوان؟ عندنا معاهد، الإخوة الذين هم العدين لا يعرفون معهدا. نعم. وعندنا دعوة، وعندنا ماذا؟ لا، أهل السنة لا يتشبعون بما لم يؤتوا، ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولست أعني أنهم معصومون، فهم بشر وطلبة علم، يصيبون ويخطئون ويجهلون ويمنعون ويعلمون، والله المستعان. ماذا؟ من الذي يشك في ذلكم الرجل الذي مستعد يا إخوان إذا جاء السني أن ينقلب سنيا؟ شأن المسؤولين، مسؤولون قد درسوا هذه دراسة، إذا دخلت إليهم وأنت سني أظهروا لك بأنهم سنيون. وشأن كثير من مشايخ القبائل وغيرهم، أي نعم، إلا الصم البكم الذين لا يعقلون. فماذا يا إخوان؟ فهذه هي الحزبية، الولاء والبراء. أهل السنة ولاؤهم لله وعداؤهم لله. نعم، لا فرق عندهم بين أبيض ولا أسود، ولا بين عربي ولا عجمي، ولا بين تاجر وفقير، ولا بين أي في الدعوة بين ذكر ولا أنثى، يعطون كلا قسطا. دعوة الإخوان المخلصين يا إخوان للمثقفين وللتجار ولبعض المسؤولين. يا لله العجب يا إخوان من صبر معهم على التجار. ممكن يقرب له المبزق، أي نعم، وإذا احتاج يقرب لنا عليه يقرب لنا عليه، ويرابط عنده من أول التخزين إلى آخرها، حتى لا يأتي سني ويتكلم معهم. فهم ماذا؟ مثل الخدم للتجار. وهكذا أيضا مع مشايخ القبائل الذين يتجاوبون معهم. فالمهم الحزبية ما يلبسون
أو يقولون إن أهل السنة لا يعرفون الحزبية. بحمد الله قد عرف الناس كلهم من شامهم إلى يمنهم ومن غربهم إلى شرقهم أن أهل السنة يبغضون الحزبية. وبعضهم لا يشرح الأمر، بس لا يشرح الأمر بل يقول هؤلاء شقوا الطريق ويطعنون في الله، شقوا العصا ويطعنون في العلماء وغير ذلك. لكننا نقول سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ستتضح الحقائق اليوم أو غدا أو بعد غد، والله المستعان.